فكتر خير الله مرقت بهالفترة، كانت صعبة كتير من شي سنة ونص. هلا أنا رجعت وقفت على إجري. دوري بدي أرحب فيك عبر واضح. مرحبا واضح لكل متابعيني عبر واضح، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دوري. شو أحلى ذكرى احتفظت فيها من طفولتك؟ شوفي، من أحلى الذكريات اللي أنا بحطها براسي هي إنه كنت عم بهدر مسلسل اسمه ابنة المعلم، بطولة عمار شلق وأنطوان كرباج وكارمن لبوس، وقلت إذا رح يجي نهار وأنا مثل عبالي يكون عم بلعب قدام عمار شلق بمسلسل يكون أنا الفيلن فيه وهو يكون المنيح. تاني مسلسل لإلي اسمه تحريك النسور بوجه عمار شلق وكنت أنا الفيلن وهو المنيح. هيدي الذكرى حلم عم يتحقق، وهي اللي كانت من بدايات المشوار الفني. المسرح قد ايه مهم بحياتك، وشو أحلى لحظة أنت واقف فيها على المسرح؟ المسرح أنا بلشت تمثيل تلفزيون قبل، بعدين انتقلت سينما، بعدين صرت مسرح. يمكن بلشت بالقلب أنا بس أنه أنا هلا ما في مش معقولة تمرق سنة ما كون عم بعمل مسرح فيها، أو يا مسرحية أو اثنين. المسرح اللي بيخلي الإنسان يتعمق بالشخصية، لأنه فترة الشغل عليها عم بتكون أطول من المسلسل. فالمسرح لإلي أنا شغلة كتير مهمة. وأحلى لحظة بتكون أول عرض، أول ما تشوف الرياكشن تبع الجمهور للتعب اللي كل تعبتيه. عندك خوف معين بتحب انه تتغلب عليه مرافقك؟ 100% مرقت فيها وقطعت وقدرت اتغلب عليها، هي انه تخسر الشغف اللي جواتك للشغله اللي عم تعمليها. انا ما بحياتي فتت بشغله ما كان عندي شغف لها وما تبعتها للاخر وما طورت حالي فيها لصير محترف فيها. فكتر خير الله مرقت بهالفتره، كانت صعبه كتير من شي سنه ونص. هلا انا رجعت وقفت على اجري. في نصيحة من حدا أخذتها بالمجال يمكن بتعتز بنصيحته بتحب هيك نتشاركها سوا؟ رح شارككم بنصيحة مش من المجال، من حدا قبل ما بلش تمثيل. كان عرض علي أول مسلسل هو عصر الحريم، شاب كتير صاحبي وكتير قريب مني. قال لي شغلة، قال لي رح تطلع السلم انت وطالع سلم على الكل، لأنه بس تقلب ما حدا رح يديك غيرهم. فهيدا الشيء اللي بخليني على طول داون تو ايرث، بعرف قيمة العالم اللي عم ترافقني بالمشوار اللي أنا طالع عليه اللي أنا ماشي فيه. فما بحياتي رح اتخلى عن العالم اللي رفقتني بالدرب اللي أنا ماشي عليه. ثانك يو كتير لك. ميرسي لكم، ميرسي لواضح، وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. ثانك يو سو ماتش.